شكرا لسيدنا يوسف. من قصتك تعلمت أن بعض الناس يكرهوننا لمزايانا وليس لعيوبنا، فقد كرهوك لأنك جميل وطيب ولا تشبههم، والناس لا يريدون من يذكرهم بنقصهم. تعلمت أن الطعنة تأتي أحيانا من حيث اهلا اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني كتير من اخر فيديو، وبجد شكرا جدا من كل قلبي لكل الناس اللي سألت عليا وكانت بتطمن عليا. طيب انا بديت اليوم معاكم كده في الفيديو النهارده من اول الفطار، لان النهارده اليوم فيه شغل كتير جدا، فانا قلت ادام فيه شغل ندي لنفسنا باور كده ونعمل فطار حلو. بصوا بقى، انا كل اللي عملته سندوتش جبنه بفلفل وسندوتش لانشون، سندوتشات بتبان صغننة، يعني مش هنبوظ الدايت. المهم حطيت معاهم كوباية مية وعليها معلقة صغيرة من بذور الشيا. بذور الشيا خطيرة، مش بس للي هي تخسيس او في نظام غذائي او كده، لا، ليها فوائد فظيعة للبشرة وللشعر، حلوة جدا، وكمان في نفس الوقت مشبعة قوي 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 قوي. بتحطي معلقة صغيرة على كوباية المية وبتسيبيها شوية كده لما تنفش، وبتعمل حاجة كده جل كده حوالين البذور، وبجد طعمها حلو قوي قوي قوي. بعد كده عملت ايه يا ولاد؟ انا انحرفت خلاص، عملت شاي بلبن. الناس اللي عارفيني والناس اللي قريبين مني عارفين ان انا اصلا مش بشرب الشاي ولا بشرب القهوة ولا النسكافيه، ولا ماليش في اي حاجة فيها كافيين خالص. بس انا اليوم ده ما كنتش نمت كويس اولا، ثانيا كان ورايا شغل كتير وكنت عايزه افوق، فما حبيتش بقى اتجه بقى ايه لسكه اللي هي القهوه والنسكافيه وكده، فقلت اخف ما فيهم يعني احلى الوحشين الشاي بلبن. فعملته ومش فاهمه ايه اللي حصل لي اليوم ده بجد، يعني بقيت اقول لا انا اقوى من الشاي بلبن. كانوا يوم صعب جدا ومش عارفه هكرر التجربه دي تاني ولا لا. بعد كده، بعد ما خلصت الفطار، شلت بقى كل المخدات بتاعة الغرف. انا طبعا نظفت الشبابيك، نظفت الحوائط بتاعة الغرف، علشان نبدأ بقى نستعد ونظبط البيت كده وندفي البيت علشان الشتاء. فقلت هغسل المخدات. المخدات يا جماعة لازم 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 تتغسل. بحط ايه؟ بحط كلوريل الوان، وبحط المسحوق اللي انا بستخدمه سواء جل او باودر زي ما انتي بتستخدمي، فيهاش اي مشكلة خالص. وهنا استخدمت فيلفيتا. فيلفيتا بديل للفانيش، تمام. فيلفيتا حلو قوي، بيطهر وبيعقم وبيشيل بقع. يعني لو المخدة بتاعتك فيها اصفرار مطرح مثلا النوم وكده، لا ده سحر هيخليه يروح في ثانية بجد. آم، وبحط كمان خل، حط كربونات وملح ليمون. بصوا، المخدات بتاعتي لازم لازم اغسلها واعقمها، بحطها في الغسالة وبشغل عليها البرنامج 30 دقيقة بس. هي كده كده انا بحافظ عليها دايما، فما بيبقاش فيها اتساخ جامد لدرجة ان انا اشغل عليها برنامج اكتر من كده. بعد كده بقى دخلت على غرفة الولاد، قلت بما ان الجو الشتاء هجمت فجأة كده، فاحنا هننضف اوضه الولاد ونبدأ نطلع بقى الصيفي والشتوي والكلام الحلو ده. المهم انا بفضي ضرفة او رف يعني، وببدأ ان انا اشيل المفرش وبرش ده ملمع اخشاب ريحته حلوه قوي 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 من ماي واي. المهم بلمع بقى كده الرف وبسيبه يتهوى شويه عشان الدولاب كده يبقى يتنفس كده ويبقى فريش، وبرجع اركب قصدي برجع احط المفرش تاني زي ما انتم شايفين، وبيكون طبعا اتلمع وكل حاجه وزي الفل. وبعد كده ببدأ أرص بقى الملابس، كل واحدة ليها رصة معينة في دولابها بتحاول تظبط بيها الدولاب. وطبعا ما ننساش نطلع لو في حاجة في الدولاب احنا مش بنستخدمها مش بنلبسها، في يعني لو هي قديمة في دولابك انتي، اكيد اكيد هتكون جديدة في دولاب حد تاني. المهم انا في الدولاب بتاعي او في دولاب اوضه الاطفال يعني في هنا درجين كده، فالدرجين المقابض بتاعتهم خلاص يعني باظت، انا مش عارفه ايه اللي عمل لها كده، بجد باظت. المهم جبت حاجه حلوه قوي قوي قوي، بتلزق كده بدبل فيس،
حلوة وعملية وخفيفة وشكلها شيك. طبعا هتمشي على اي حاجة، ممكن تحطيها على الغطا بتاع التويلت، تحطيها في دولاب، في درج، في مطبخ بقى، في أوضة نوم، في اي حاجة مش هتقول لا. وزي ما انتم شايفين لزقت بمنتهى السهولة وشكلها شيك جدا. وبتقدري تتحكمي في الدرج عادي، بتضغطي عليها كويس قوي علشان تثبت، وتمام جدا على كده. اختراع حلو جدا. هنا بقى كنت طلعت البطاطين واتصلت بالدراي كلين علشان يجوا ياخدوهم علشان يتغسلوا. طيب قولولي انتوا اكيد طلعتوا الصيفي والشتوي. طبعا اكيد يعني. انا لحد دلوقتي احنا ما شتناش عشان تبقوا بس فاهمين. بس الشتاء هجم هجمة غير عادية بصراحة. ربنا يا رب يعدي الشتاء دي على خير، لان انا من الناس اللي مش بحب الشتاء بسبب تعب الولاد كل شوية. المهم انا كنت خلصت الدولاب وظبطته ورتبته وخليته زي الفل. طبعا زي ما قلت لكم، لو في حاجه صغرت على الولاد بشيلها وبتروح لاصحاب نصيبها. في حاجه عايزه تتظبط بنظبطها، في حاجات ينفع ان احنا نعملها مثلا. يعني المهم بنظبط الدولاب وبنخليه حلو وشيك كده ومترتب ومتهندم، وبنعيد ترتيبه من اول وجديد. المهم بعد ما خلصت الدولاب نضفت كده السرير ولمعت الارفف الديكور دي وخليتها زي الفل، علشان هنعمل بقى ايه؟ يعني هندفي الأوضة سيكة مش قوي يعني. المهم قلت هغير شوية على الرفوف الديكور دي، هغيرها بحيث ان هي تبقى شكلها مختلف، ما تبقاش نفس الوضع كل مرة. العصفورة دي احنا كسبناها في الملاهي، لو عايزين بقى فيديو الملاهي ان شاء الله هنزله لكم، بس مش عارفة امتى. المهم حطيت دفاية، بصوا خفيفة خالص يعني هي تدفي بس مش زي الدفايات اللي انا بحطها. هنا بقى بصوا المخدات كانت نشفت واتهوت وبيضة وزي الفل. ودي بقى الكفرات اللي انت بتغطي بيها الاطراف بتاعة المخدة، بتحميها جدا من الاتربة من الاصفرار. لان اوقات يعني، وبيبقى معظم اطقم الملايات الجاهزة بتكون كده ايه، تحسي ان هم كان عندهم عجز في القماش ولا ايه، مش بتبقى مغطية المخدة كلها. المهم الكفرات دي بتغطي الاطراف بتاعه المخده وبتبقى حلوه جدا. وهنا طلعت دي دفايه اللي انا حطيتها من فوق، دي دفايه مش بطانيه، بس احنا بنستخدمها في الوقت ده انها بطانيه. وابتديت بقى خلاص نشفط الارض ونمسح بقى كده ونروق على الاوضه ترويقه حلوه. الأوضة ما خدتش معايا وقت، لأن زي ما قلت لكم أنا كنت مقسمة الشغل يعني. مسكت شبابيك الشقة كلها غسلتها مرة واحدة، حوائط الغرف عملتها برضو مرة واحدة، النجف عملته مرة واحدة. حاولت اخد كل الحاجات اللي شبه بعض مرة واحدة علشان أخفف على نفسي الشغل وما بقاش مرهقة، لأن احنا طبعا في وقت دراسة، وأنا مش عايزة شغل البيت يأثر على مذاكرة الولاد. طبعا يعني مش هقعد اليوم كله انضف، في مذاكرة، في تمارين، في واجبات، في كمان أكل هيتعمل، في باقي الشقة هيتروق، في غسيل مواعين، غسيل هدوم. فبيبقى عندنا مهام كتير نعملها. فكل ما ترتبي شغلك وتقسمي شغلك انت اللي هترتاحي وهتنظمي الدنيا والحياة هتبقى أسهل بكتير. المهم خلصنا وفرشنا والأرض اتهوت، وحطيت السجاجيد اللي مغسولة وزي الفل، والستارة كمان كانت مغسولة ومكوية. نرش بقى المعطر اللطيف بتاعنا، وتم بحمد الله أول غرفة في التنظيفات خلصناها. ويلا بينا ندخل على الغرفة بتاعتي. الغرفة بتاعتي هنا بقى أنا كنت اشتريت المنظمات دي للدولاب. المنظمات دي زي ما انتم شايفين فيها كده قوايم معدن حلوة قوي قوي قوي. بصوا دي بقى تقدروا تحطوا فيها تيشرتات، بنطلونات، ملايات، فوط، اي حاجة زي ما انتوا عايزين. انا نظمت فيهم الملايات، وبجد هتشوفوا الشكل دلوقتي خطير تحفة جدا. وليهم يد كده علشان يبقى سهل ان انتي تطلعيها من الرف بمنتهى السهولة. وصدقيني كل ما تعملي تنظيم سواء في الدولاب، في الأدراج، في المطبخ، في أي حاجة وتنظميها هيوفر عليكي وقت ومجهود. الدولاب لما بيكون مترتب ومتنظم والحاجات متطبقة بشكل شيك أسهل وأحلى بكتير من ان انتي تفتحي الدولاب تقومي تلاقي الهدوم واخداكي بالأحضان، اللي هو الفوضى دي مش حاجة حلوة. إنما المنظمات بجد بتريح وبتوفر مساحة،
مش شرط تجيبي كمية منظمات مرة واحدة، ممكن لو كل شهر جبتي منظم هتلاقي عندك بعد كده كمية منظمات كتير جدا وهتسهلك الدنيا. المنظمات حلوة قوي وجميلة، وبجد خدت كمية حلوة قوي من الملايات وظبطت الدنيا على الآخر، وشكلها في الدولاب كان قمر جدا. بتمسكي بقى البوكس كده من الايد بتاعته، بتسحبي بقى الحاجة اللي انت حطاها جوه وبترجعيه مكانه، والدنيا بتبقى يعني منظمة اكتر. خلصت ترتيب الدولاب كله وظبطته وخليته زي القمر، ودخلت بقى على السرير هديله تلميعة كده، ونفرش بقى ملاية نظيفة، ونحط برضو دفاية كده بس هستخدمها يعني برضو بطانية. تمام. هنغير شوية حاجات بسيطة، عايزين كده ايه يعني نعمل اجواء شتوية بس مش قوي. انا مش بشتي دلوقتي يعني لسه شوية. حطيت ملاية، وهنا برضو كنت بوريكم المخدة، والله بجد يا بنات هي بصوا باينة ان هي اصلا بيضة وزي الفل وبتلمع، كمان ريحتها خطيرة. طبعا الغسيل بتاع المخدات والحاجات دي مهم جدا 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 طبعا. يعني ربنا يعافينا جميعا ويحفظنا. في حشرات الفراش دي بتبقى حشرات دقيقة جدا جدا، مش بتشوفيها بعينك مهما كنتي بتروقي وبتنضفي وايدك في الحاجة، بس لازم تغسليها وتعقميها وتطهريها. طبعا الخل بيقتل اي ميكروبات واي حشرات واي حاجة. كمان المسحوق هيشيل بقى اي بقع. بصوا الكربونات وملح الليمون كل الحاجات دي حلوة، وهتخلي المخدة شكلها حلو وترجع كده ايه تتنفس وتنتعش كده من اول وجديد. جيت برضو عند الكومود ولمعته وابتديت بقى اطلع المفارش الفرو. انا بالنسبة لي الشتا مفارش فرو، بحب الشتا عشان المفارش الفرو بحبها حب غير عادي. المهم حطيت كده المفارش بتاعة الكومود، ورجعت علبة المناديل، وكمان علبة المناديل ليها كفر فرو، وحطيت الديكور البسيط على الكومود. وهنا كمان فرع ورق الشجر ده حطيته على التسريح، بدلت بس مكانه. يعني لو بدلتي حاجة مكان حاجة برضو بيتغير الشكل، وبتعملي تجديد حتى لو بسيط بس بيفرق في النفسية جدا. هنا بقى كنت حطيت المراية الصغنطوطة دي، انا كنت وريتها لكم قبل كده في فيديو مشتريات بس ما كنتش حطيتها. وحطيت البلورة دي كده جنبها او القمر ده تحفة، القمر ده جميل. ومسحت كده، طبعا انا بمسح بمية سخنة، المرة دي حطيت فينيك في المية، بجد الفينيك بيخلي ريحة الأوضة فيها تعقيم غير عادي. وطبعا زي ما احنا عارفين المية السخنة بتشيل بقى اي بقعة لازقة في الارض، اي حاجة تكون انتي مثلا وقعت وما خدتيش بالك، وكمان برضو بتعقم، وكمان هتطلع دفى كده. طول الشتاء انا بمسح الارضيات بمية سخنة. خلصت والارض اتهوت، وفرشت كمان السجاجيد النظيفة، وخلاص خلصنا. وهنرش برضو معطر في الأوضة دي علشان نشوف هنعمل ايه تاني. تنظيفات سهلة وبسيطة وما خدتش مننا وقت، علشان احنا كنا عاملين الحاجات الصعبة من قبل كده. رشيت كده المعطر والأوضة بقت زي الفل. هطلع بقى على الطرقة. الطرقة كانت متدمرة بجد. الطرقة دي انا عندي 2 طرقة، طرقة عند مدخل باب الشقة، ودي طرقة اللي هي عند الغرف والتويلت والمطبخ. متدمرة دي كلمة قليلة بجد، كانت رايحة في داهية. هي ممكن ما تبانلكوش قوي في التصوير، بس في الحقيقة لأ، مش عارفة كانوا بيعملوا ايه، انا مش فاهمة. يعني انا بصيت على الحوائط لقيتها كده انهارت. المهم قلت لا لا مش هينفع تتساب كده ابدا. زعفت طبعا الحوائط الاول علشان انضف يعني بسهولة. ودي مية سخنة بتغلي، مش سخنة دافية، لأ، بتغلي من الكتل، مية سخنة جدا بجد. وحطيت حبة كلور أبيض بس حبة محترمين، وحطيت شوية صغيرين من الأكسجين لأن أنا مش عايزة أعمل رغوة. تمام. وحطيت كمان حبة من الكلوريكس الجل، حتى بصوا يعني خلاص قربت تخلص تقريبا، عندي واحدة كمان وكده خلاص مش هجيب منها تاني عشان هي مش معانا. المهم زي ما انتم شايفين اهو، ابتديت اقرب لكم الكاميرا علشان تبقى واضحة.
الخلطة اللي انا عملتها دي بجد، بصوا انا كنت بعمل بالموب كده، كانت بتضيع اي اتساخ، اي خربشة، اي شخابيط، اي حاجة على الحوائط. وربنا يا رب يهدي ولادنا جميعا. انا بشوف اولاد كده بتحب تطلع الفنانين اللي جواهم، بان هم يرسموا على الحوائط. الخلطة دي خطيرة خطيرة، سيبيهم بقى يا ستي يبدعوا براحتهم، والخلطة دي هتنقذك. المهم نضفت الحوائط كلها بالمية السخنة والكلور الأبيض والكلوريكس الجل وكمان الأكسجين. وبجد الخلطة دي بقى ايه، نظافة، ريحة، تعقيم. وخلصت ورحت جيت بقى عند الأرضيات وقلت امسحها. طبعا الجزء اللي تحت ده اللي هو السيراميك اللي بيبقى في آخر الحيطة ده برضو نضفته، وجبت فوطة فيها برضو مية وكلور ومية سخنة برضو، ونفس الخلطة اللي عملت بيها الحوائط، وابتديت اعمل الجزء اللي تحت ده. وزي ما انتم شايفينه اهو، الجزء ده بيتراكم فيه اتربة برضو، فلما نضف بقى زي الفل زي ما انتم شايفين. ولمعت الارض كويس جدا وسبتها برضو تتهوى، لاني انا مش بحب افرش السجاجيد حتى لو الارض لسه مندية، بحس ان هي بتعمل ريحة كمكمة كده، والسجاد مش بيبقى كويس. مهما رشيتي معطرات، مهما عملتي بخور، بتفضل برضو ريحة الكمكمة دي موجودة. المهم خلصت وفرشت السجادة. السجادة دي كانت جاية بقى من المغسلة، لان انا مش هعرف اغسلها لان هي طويلة جدا وتقيلة جدا. المهم هي راحت اتغسلت في المغسلة، وجت وخلاص فرشنا الطرقة وكل حاجة بقت تحت السيطرة. هنرش برضو المعطر ونخلي البيت زي الفل. هنا بقى الولاد في الفترة دي كانوا خلاص خلصوا الواجبات وخلصوا كل اللي هم عايزينه، وكنت عايزة انزل اشتري العيش الفينو بتاع المدرسة. المهم قالوا لي بقى واحنا بنجيب العيش ايه، احنا عايزين ناكل كشري. المهم خدتهم وقلنا يعني لباباهم، وراح ودانا بقى محل كشري كده قريب من البيت، ورحنا بقى علشان ناكل كشري. لما رحنا هناك وانا برضو كنت عايزة اكل كشري، بس انا لما رحت هناك بقى طلبت طاجن غيرنا شوية. المحل هو دورين، والدور اللي فوق ده كده ايه، مفيش بقى سقف ولا اي حاجة، والجو كان خطير. مرضتش اقعد تحت، انا كنت عايزة بقى هوا كده. قعدنا وطلبنا اكل واخدنا شوية صور حلوة، وبعد كده بعد ما خلصنا اكل روحنا بقى، علشان يدوب الولاد كانوا يدوب هيلحقوا يناموا ويصحوا بقى لميعاد الباص والمدرسة وكده. ولحد هنا الفيديو بتاعنا خلص. تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، استنوني فيديوهات جاية كتير. باي باي، مع السلامة.